بيبدأ الفيلم بثلاث شباب وهم قاعدين في العربية وهم نيلسون وتيري وجاز، ونفهم من عادتهم ان هم هنا قاعدين بيراقبوا بيت الدكتور ريتشارد هوجنز، لان هم واخدين معلومة من تيري ان البيت ده اصحابه اغنياء وهيبقوا بره البيت النهارده. وهم قاعدين بتيجي القلب والحب ميسي ويليامز او ميري، ولما بتيجي بتتعصب على خطيبها نيسون لانه واخد منها العربية ومش راضي يرد عليها من امبارح. ولما بتساله انتوا هنا بتعملوا ايه، بيرد عليها نيسون وبيقول لها ولا حاجه، احنا هنا بنشم شويه هوا. في وسط الكلام ده تيري بيقول لهم ان العيله مشيت، فميري بتفهم الموضوع على طول وبتقول له بلاش عيله هوجنز، فطلعت عارفه كل حاجه يعني. ولما بيوصلوا للسور الشباب بتنط جوه البيت، ونيسون بيطلب من ماري انها تراقب الجو علشان يربطها في المكان ما تتحركش، بياخد مفاتيح العربيه معاه. ولما تيري بينط رجليه بتتلوي تحتيه ورجليه بتوجعه وبيفضل يعرج عليها طول اليوم. وبيروح على البيت وجاز بيكسر ازاز علشان يدخل، فتيري بيقول له ليه يا عم الاكشن اللي على الفاضي ده، ما المفتاح تحت الزهريه. ويفتحوا الباب وبيدخلوا، وهم جوه بيسالوا تيري عن الخزن، فبيقول لهم مش عارف مكانها. فبنعرف من جاز ان تيري هو اللي قال لهم على العمليه دي، وعنده المعلومات دي كلها بسبب انه يبقى شغال في البيت ده هو ووالدته، وعلشان كده عارف البيت كانه بيته. ولما جاز بيدخل بيقعد يرمي حاجات ويتكسر في الدنيا وهو ماشي، وتيري بيتضايق جدا وبيقول له يا عم لم نفسك شويه، انت مش ماشي في زريبه هنا. لحد ما نيسن بيقول له انزل شوف اللي في البدروم، وبينزل تيري وبيلاقي الخزنه تحت، وبينادم على باقي الشباب. ولما بيجي جاس بيلاقي ان الخزنه القفل بتاعها قديم، هو كان جاي هنا على اساس ان القفل الكتروني زي ما تيري قال له، لان هو كده مش بيعرف يفتح النوع ده من الخزن ولا هو ولا نيسن. ويفضلوا يحاولوا فيها اكتر من مره وبكذا حاجه مختلفه، لحد ما جاس بيقول لنيسن دلوقتي مفيش غير حل واحد، هو ان احنا نستنى العيله تيجي وناخد منهم الباسورد بالعافيه. وهم جوه مستنيين العيله، ماري بتزهق جدا وميعاد الشغل بتاعها بيجي، فبتفضل تزمر لنيسن وتندم عليه لحد ما بيطلع لها وبيقول لها تعالي هنا، وبيدخل ماري البيت معاهم. وبعد فتره تقول لنيسن انها حامل، وهو بيتوتر جدا وبيقول لها ما تقلقيش، كده كده الفتره اللي جايه هنبقى اغنياء وهنعرف نراعي الطفل. وهما بيتكلموا بيجي الدكتور هو ومراته وبيطلعوا بره للشباب، وجاس بيدوهم اقنعه يلبسوها في وشهم علشان ما يتعرفوش. ووقتها ماري بتخاف جدا لان كل الكلام ده جديد عليها. اول ما الدكتور بيدخل بيهجموا عليه هو ومراته إيلين، وبيعوروا إيلين في ايديها. ولما بيدخلوا جوه الدكتور بيطلب منهم ان هم يعالجوا الجرح بتاع مراته، وساعتها هيديهم كل حاجه. فماري بتروح تجيب المطهر والشاش علشان تنظف وتعالج الجرح. وهي شغاله في الجرح الدكتور بيشوف تاتو على ايديها مكتوب فيه اسمها هي واختها، وبيحس انه يعرفها. ويبص على الشخص الثالث اللي معاهم اللي هو تيري، وشكه في الوضع بيكبر اكتر، ومع ان الشرابات مش مغطيه الوشوش قوي يعني بس قشطه. وبعد ما بتخلص الدكتور بيقول لهم على مكان 1300 جنيه استرليني، ونيسان بيطلب منه الرقم السري بتاع الخزنه. فالدكتور بينكر ان في خزنه، فبياخدهم هما الاثنين وبينزلوا تحت للخزنه وبيطلب منه الباسورد. فالدكتور ومراته الاثنين بيرفضوا، وبيقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده مش هيوديك في حته غير السجن، وروح بيتك احسن لك. وبيبدا هو ومراته انهم يوجهوا اهانات لنيسان، فبيتعصب وبيضرب الدكتور. فماري بتتوتر جدا وبتقول له يا نيسن انا عايز اروح، فبيهديها نيسن وبيرجع تاني يكمل اللي هو بيعمله. وجاس بيهدد الدكتور بمراته وبيجيب قطر وكان هيبدا انه يعوره، بس ماري مش بتقدر تكمل وبتسيب المكان وبتمشي. وبيروح جاس علشان خاطر يرجعها ويهديها، وبنشوف ماري قاعده في الحمام وبترن على الشرطه. وقبل ما تتكلم جاس بيكسر الباب وبيدخل يمسكها وبيطلعها بره وبيفضل يضرب فيها، وبيكون الصوت واصل لتحت. والدكتور بيقول انت ليه سايبه يتحكم فيك يا نيسن، وانت يا تيري انت مش بتاع العنف ده. هما الاثنين بيتصدموا ان الدكتور عرفهم، وبيكمل الدكتور كلام وبيحاول انه يأثر على نيسن ويعرفه انه مش مهم في كل اللي بيحصل ده، وانه مجرد بيتلعب بعقله من جاس. وتيري بيصدق الكلام ده وبيخلع القناع، بس بيروح نيسن يهديه وبيخلع هو كمان القناع. في الوقت ده بينزل جاس وماري وبيربطها جنب الدكتور ومراته، ودلوقتي كلهم بقوا من غير اقنعه. ولما كلهم بيبقوا من غير الاقنعه نيسن بيحس ان الامور خرجت عن السيطره، فبيطلع القطر ويهدد بيه إيلين مرات الدكتور. ولما جاس بيقول له انه يهدد بقطع الصباع، وفعلا بيحط القطر عند صباعها وبيحاول ياخد الكود من الدكتور، والدكتور لسه رافض. فجاس بيضغط على نيسن بنبره فيها تهديد انه يقطع صباعها. ولما نيسن بيتوتر بتختفي النبره وبيبقى تهديد رسمي، وبيحط المسدس على دماغه وبيقول له لو ما قطعتش صباعها انا هقتلك. ونيسن بيترجى الدكتور انه يقول له الكود لحد ما بيلف وبيضرب جاس بالقطر اللي معاه. هما الاثنين بينخانقوا في بعض وبيكون معاهم القطر، وده يشد ده شويه وده يشد ده شويه لحد ما القطر بيدخل في بطن نيسن. والدكتور بيقول ان ده لو اتساب كده هيموت، وبيطلب منه انه يفكه علشان يقدر يعالجه. بس جاس بيرفض ويقول له لو عايز تلحقه بدل ما يموت في البيت عندك وتبقى تهمه قول لي على الارقام بسرعه. وبعد ضغط بيوافق الدكتور وبيقول له رقم، وهو بيجرب بيطلب من تيري انه يفكه، وتيري بيتاخر وجاس بيكتشف ان الرقم غلط، فالدكتور بيقول له على رقم تاني. ولما جاس بيجرب الرقم التاني وبيلاقيه غلط بيروح يربط إيلين وبيجيب منشار وكان لسه هيقطعها، بتكون ماري فكت نفسها بالمرزبه وفي وشه وبيموت. وبتفك الدكتور وبتقول لتيري يساعدها علشان يروحوا المستشفى. بس الدكتور بياخدهم العياده وبيسيب نيسن عمال ينزف وبيشوف الجرح البسيط بتاع مراته. ولما بيروح علشان يشوف الجرح بتاعه بيكون بيتعامل بعنف من غير بنج،
وبيطلعهم كلهم من الاوضه، وماري بتشوف ان تيري عنده ولاء كبير للعيله دي حتى في موقف زي ده. ولما بيجي يقعد جنبها ماري بتلومه على كل اللي حصل ده، وبتكون مستغربه من الدكتور والحاجه اللي في الخزنه اللي مراته كانت هتموت قدامه اكتر من مره وما رضيش يدي الكود بتاع الخزنه لجاس. ولما ماري بتلاقي ان الجو في البيت ده مش طبيعي بتقرر انها تروح تشوف نيسن. ولما بتدخل له ماري بتحس ان نيسن مش طبيعي، فبتقول للدكتور هو نايم كده ليه؟ ولما بتقرب ايديها علشان تشوف النبض بتاعه مش بتحس بحاجه، وبتلاقيه ساقع جدا. بس الدكتور بيكشف عليه وبيقول لها النبض طبيعي جدا بس انا مديله حاجه بتخليه نايم. ويكمل يقول لها لو ده هيريحك انا هروح استعجل الاسعاف شويه. وبيروح الدكتور يتكلم في التليفون وبيكلم الاسعاف، بس ماري بتبص على سلك التليفون وبتلاقيه مفصول اصلا، فبتعرف على طول ان الموضوع فيه لعبه كبيره والدكتور بيت، وبتبقى متوتره جدا. والدكتور بيحاول يديها اي دواء ولكن بتطلع بسرعه لتير، وتلاقي ان الست بتراعيه كويس جدا، فبتحس انه ممكن يكونوا مع بعض، وبتحاول انها تخرج من البيت ولكن بتلاقي الباب مقفول. وبتجيلها ايلين وبتقول لها انا مش قلت لك قبل كده يا كيت ما تعمليش اللي انت بتعمليه ده تاني، وبتضربها بالقلم. فبيجي الدكتور بيقول لها استني بس يا ايلين، دي مش كيت، دي ماري ضيفه عندنا، ومش بيعتذر على القلم. وبيقف يتكلم مع ايلين شويه وماري واقفه مصدومه، وياخد ايلين وبيمشي. فبتروح ماري لتيري اللي بتلاقيه ولا كانه قاعد في المصيف وبيتفرج على التلفزيون وبيضحك، وبتطلب منه التليفون علشان يرنوا على الشرطه لان نيسن مات. فتيري بيقول لها انه عطى التليفون لايلين، وهما بيتكلموا بيجي الدكتور ومراته وبياخدوا تيري علشان يشربوا شاي. ولما ماري خلاص بتجيب اخرها بتطلع سيجاره، ولما ايلين بتعترض على التدخين بتقول لها خلاص انا هطلع اشربها بره. ولما بتيجي طالعه بتلاقي ان كل البيبان مقفوله، فالدكتور بيقول لها معلش اكيد مش هسيب البيبان مفتوحه يعني، اقعدي معانا لحد ما الاسعاف تيجي. ولما بتقعد معاهم بتيجي ايلين تشرب الشاي، فبيجي الدكتور وبيلحقها وبيقول لها الكوبايه اللي فيها بسكوت دي بتاعت ماري. ولما ماري بتاخد الكوبايه بتبص بتلاقي حاجات صغيره جدا في الكوبايه من تحت، وبيقوم الدكتور يجيب لها كتاب فيه كل الحوادث المأساوية اللي حصلت، ومن ضمنهم اختفاء جين الأخت التوأم لماري. ولما تيري بيحاول يشرب اللبن بتمنعه، تطلب من الدكتور التليفون بتاعها اللي كان في جيب نيسن علشان هي عايزاه. ولما الدكتور بيرفض ماري بتتعصب جدا وبترفع لهم السكينه، بس الدكتور بيعرف يمسكها وبيجرها من شعرها، وبتكون ايلين ماشيه وراها بتقول لها انت ازاي عايزه تبقى ام، وبياخدها الدكتور وبيحبسها في الخزانه اللي تحت السلم. ودين اللي مش عارف يعني ده عقاب زي كده ما الاب بيعاقب ابنه، فالموضوع ده في حته غريبه قوي. والدكتور بياخد مراته وبيطلع فوق وبيسيب تيري يحرسها. وهناخد بريك ثواني هنا واقول لو بتتفرج على الفيديو ووصلت لحد هنا يبقى اشترك في القناه علشان نوصل ل 1000 مشترك، هو ده الهدف حاليا واحنا قربنا منه، فيا ريت نزقها سوا لحد ما نوصل ل 1000 مشترك. وان شاء الله كده كده الملخصات اللي جايه هتبقى كلها حاجه فاخره، فالاشتراك مش هيخسرك اي حاجه. وبنرجع تاني للفيلم، والدكتور وايلين فوق. ايلين بتتعصب جدا وبتقول له الدكتور ماري تستحق العقاب وانا عايز اعاقبها. فالدكتور بيقول لها حاضر انا هعاقبها، فردت عليه قالت له لا انا اللي عايز اعاقبها ودلوقتي. وتيري بيحرس ماري بتحاول تفهمه وبتقول له ان الدكتور بيكذب في كل حاجه وهو قاتل نيسن ومفيش اسعاف جايه، بس هو بيكون مصدق الدكتور جدا وبيقول لها انت بتقولي كل الكلام ده علشان عندك هرمونات حمل بس. ولما بتقنعه انه يروح يفتح لها وهو قايم بيلاقي ان رجليه اتخدرت، فبيقوم بعصايه وبيفتح لها الباب، وبتطلع ماري تجيب المفتاح من فوق. وتيري بيفكر في كلامها وبيروح يبص على نيسن وبيلاقيه مغمى عليه فعلا، بس بيحاول يقنع نفسه انه نايم مش اكتر. انا حابب اوضح بس ان الكادر اختلف من المخرج مش مني انا في المونتاج. ولما تيري بيمشي بعد ما شاف نيسن بيدور على ماري اللي بيلاقيها في اوضه والشباك مفتوح وبتحاول تنط، فهو بيفتكرها اختها التوأم اللي اختفت اللي اسمها جين، لان جين كانت على علاقه بتيري زمان وسابته واختفت، وبسبب كميه المخدر اللي في جسمه افتكر ان ماري هي جين وكمان بتسيبه وبتهرب تاني. فقفل الشباك وهم في الاوضه بيلاقوا قنبله دخان اتفتحت في الاوضه وبتنزل على الشبابيك كلها حديد يقفلها نهائي. وماري بتاخد تيري وبينزلوا تحت، ولما تيري بيقع من على السلم بيقول لها احنا لازم ننقذ الدكتور وايلين. فماري بتسيبه وبتمسك سكينه وبتبقى واقفه في البيت وهي مش شايفه اي حاجه ولا عارفه تاخد نفسها، وبيعدوا من وراها وهم لابسين ابيض وبيضربوها على ظهرها بقرباق. وماري بتبدا انها تضرب بالسكينه بشكل عشوائي بس برضه من غير ما تيجي في اي حد لحد ما بتقع على الارض. ولما بتقف بتلمع حد منهم وبترمي عليه المزهريه، بتكون دي ايلين وبتروح تاخد منها القناع بتاعها وتيري بيغمى عليه وبيتسحب. وماري بتضرب ايلين بتديها حقن بس ماري مش بتحس باي حاجه، فبتسحبها لحد المطبخ وبتربطها وبتضربها وبتسالها ايه اللي انت عطيتهوني، وبيجي الدكتور يخنقها ويقلعها القناع وبيحاول انه يموتها، بس ماري بتعض ايديه وبتضربه وبتلبس القناع وبتقوم تاخد الطاسه وبتنزل في ضرب وبتحبسه في اوضه، بس بيطلع ايديه وبياخد منها القناع. فماري بتقفل عليه الباب كويس وبتاخد سكينه وتحطها على رقبه مراته وبتطلب منه المفاتيح، والدكتور بيقول لها حاضر اهو هدور عليها. ووقتها بيبدا مفعول الحقنه انه يشتغل، والدكتور بيقول لها ان الحقنه دي كانت مهدئ قوي وهيبدا دلوقتي في انه يشل اطراف جسمك واحده واحده، ويقول لها كل اللي معاك دلوقتي هو نص ساعه ووقتها مش هتعرفي تتحركي. وبعد ما بيطمن على مراته بيفتح لها الباب ويكون تيري جوه ومعاه المفاتيح، وبتاخد ماري سلسله المفاتيح وبتروح علشان تحاول تفتح الباب، وفعلا بتفتح الباب وبتروح علشان تسحب تيري علشان يهربوا سوا. والباب بيودي على البدروم فبينزلوا تحت وبتحط تيري في العربيه وبتفتح باب الجراج وبتيجي تطلع بالعربيه بتلاقي الدكتور وايلين واقفين قدامها وبتضرب بالنار في بطنها.
من تيري، وبيدخل الدكتور العربيه وبيقول لماري ان كل اللي حصل ده كان خطه بينه هو ومراته إيلين، وبيكمل وبيقول لها الحقنه اللي انت خدتيها دي مهدئ ولكن مش للالام، انت هتحس بكل حاجه بس مش هتكوني عارفه تتحركي. وبينزل من العربيه وبيقول لتيري انا عارف ان انا كنت ممكن اثق فيك، انت عملت اللي عليك وزياده. وبيحطوه على كرسي متحرك. وهنا بس هناخد ثواني هقول حاجه. فاكرين جين اخت ماري التوأم؟ طيب فاكرين كيت بنت الست اللي لما شافت ماري ضربتها بالقلم وقالت لها يا كيت؟ كيت دي ماتت وكانت مولوده عندها ضعف في كذا عضو في جسمها. تمام. فبيروح الدكتور يفتح باب الخزنه اخيرا، وبنشوف ان اللي ورا الخزنه دي يبقى اوضه، وبيدخل تيري وهو على كرسي، والدكتور بيقول بعد موت كيت حاولنا كتير نجيب بنت شبهها بس ما كانش في حد لحد ما لقينا بنتنا الجديده. اتفضل يا تيري زي ما وعدتك ان انا هقعدك معاها. ونشوف ان الاوضه دي فيها جين اخت ماري التوأم، وعلشان كده تيري ساعد الدكتور في الخطه بتاعته. ويخلص الفيلم على كده. وما تنساش تقول رايك في كومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان بنحاول نوصل ل 1000 مشترك في اقرب وقت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. وبس على كده.